تخيلوا للحظة إن أبسط المهام زي إن الواحد يمسك كوباية مية تبقى مستحيلة. ده للأسف واقع بيعيشه ملايين الناس بعد السكتة الدماغية. بس النهاردة هنتكلم عن قطعة تكنولوجيا ممكن تغير كل ده، وهو قفاز هيرو. 15 مليون. ده مش مجرد رقم، ده عدد الناس اللي حياتهم بتتغير للأبد كل سنة بسبب السكتة الدماغية. الرقم ده بيورينا قد إيه حجم التحدي اللي بنواجهه كبير. وهنا بقى بنوصل لجوهر المشكلة. الموضوع مش مجرد أرقام وإحصائيات، لأ، الموضوع هو استعادة القدرة على إن الواحد يأكل لوحده، يلبس هدومه، ويعيش حياته زي ما هو عايز. الموضوع كله متعلق بالكرامة الإنسانية. طيب، هو إيه اللي بيحصل بالظبط للإيد بعد السكتة الدماغية؟ خلينا نبص أقرب. العلاج الطبيعي التقليدي ممكن طبعاً يكون فعال، بس في مشكلة كبيرة. التقدم اللي بيتحقق في العيادة للأسف أغلب الوقت بيضيع لما المصاب بيرجع البيت، وهي دي بالظبط الفجوة اللي قفاز هيرو بيحاول يملاها. طيب، إزاي ممكن نصمم حل للمشكلة دي؟ الحل بيبدأ بحاجة بسيطة جداً، إننا نتكلم مع الناس اللي بتعاني منها كل يوم. طيب، الناجين والمعالجين كانوا عايزين إيه في جهاز زي ده؟ الموضوع ما كانش مجرد مواصفات هندسية، لأ، كان في تعاطف. دي مش مجرد مواصفات فنية، دي كانت قائمة أمنيات إنسانية بحتة. وهنا بقى بنشوف قد إيه التصميم اللي بيركز على الإنسان ده قوي. شوفوا الرحلة دي، الموضوع بدأ بنموذج أولي ضخم ومعقد، وانتهى بجهاز شيك وفعال. كل تحسين اتعمل من إنهم شالوا الموتور الكبير اللي كان في كف الإيد لحد ما ضافوا التحكم الذكي. كل ده كان نتيجة مباشرة لأنهم سمعوا للمستخدمين. طيب، بعد كل الشغل والمجهود ده كله، إيه هو المنتج النهائي؟ يلا بينا نتعرف على قفاز هيرو. ممكن تتفاجئوا لما تعرفوا إنه أساس قفاز هيرو هو حاجة بسيطة جداً، قفاز بيسبول عادي. بس الاختيار ده كان مقصود تماماً. ليه؟ لأنه مألوف ومريح وسهل تلاقيه. وهنا بقى بتيجي العبقرية بجد. بدل الميكانيزمات المعقدة، القفاز بيستخدم حاجة ممكن نلاقيها في أي محل عدد وأدوات: أقفازة الكابلات البلاستيك. الأقفزة دي بتشتغل زي أوتار صناعية، بتشد الصوابع بالراحة عشان تفتحها، وبعدين تسيبها تتني بشكل طبيعي. والسر كله في البساطة: موتور واحد بس قوي هو اللي بيعمل كل الشغل. وده اللي خلى القفاز أخف في الوزن وأرخص في التكلفة وأسهل بكتير في الاستخدام. بس يمكن أكتر جزء مبهر هو العقل بتاع القفاز. ده عبارة عن مستشعر حركة صغير زي اللي في موبايلاتنا كلنا، وتقريباً بيقرأ الأفكار. طيب، مش الأفكار بالظبط، بس هو بيكتشف نية الحركة، وده اللي بيخلي التحكم في القفاز سهل وبديهي جداً. طيب، إزاي كل ده بيشتغل مع بعضه؟ الموضوع بسيط بشكل يجنن. عايز تمسك حاجة، كل اللي عليك تعمله إنك تحرك دراعك. المستشعر بيحس بالحركة دي، فالموتور بيشتغل ويقفل الإيد. عايز تسيب الحاجة دي، حرك دراعك تاني. خلاص، مفيش زراير، مفيش أي تعقيدات. دلوقتي وصلنا للحظة الجد. هل التكنولوجيا المبهرة دي ممكن فعلاً تعمل فرق حقيقي في حياة الناس؟ عشان يعرفوا الإجابة، الباحثين جابوا قفاز هيرو وادوه ل5 من الناجين من السكتات الدماغية. حالتهم كانت صعبة وإعاقتهم في الإيد شديدة. طبعاً الكلام على الورق شكله حلو جداً، بس هل الموضوع ده نجح فعلاً على أرض الواقع؟ ده السؤال المهم اللي الكل بيسأله. والإجابة كانت نعم وبقوة، في اختبار بسيط للمهارة اليدوية اسمه اختبار الصندوق والمكعبات، والهدف منه هو نقل أكبر عدد من المكعبات في دقيقة واحدة. الفرق كان صادم. مع قفاز هيرو المشاركين قدروا ينقلوا حوالي 3 مكعبات زيادة في المتوسط، وده مش مجرد تحسن بسيط، ده تغيير جذري في قدرتهم. بس الموضوع أكبر من مجرد نقل مكعبات. شوفوا الرقم ده: 97.5 درجة. دي الزيادة في قدرة المشاركين إنهم يفتحوا إيديهم، وده معناه الفرق بين إيد مقفولة على طول وإيد تقدر تمسك كوباية أو تفتح باب أو حتى تمسك إيد حد غالي عليها. بس يمكن دي أقوى نتيجة فيهم كلهم. ل4 من كل 5 مشاركين، قفاز هيرو كان هو الفرق بين إنهم ما يعرفوش يعملوا المهمة أصلاً وبين إنهم ينجحوا فيها. فكروا في دي للحظة، ده مش مجرد تحسن، دي استعادة أمل بحالها.
طيب إيه الخطوة الجاية لقفاز هيرو وإيه معنى الكلام ده لمستقبل إعادة التأهيل بعد السكتة الدماغية؟ زي ما احنا شايفين قفاز هيرو حقق فعلا أهداف كتير جدا من اللي اتعمل عشانها. هو خفيف وسهل في الاستخدام وتكلفته معقولة، وأكيد لسه في مجال للتحسين. يعني مثلا الفريق شغال دلوقتي على إنه يضيف ميزة المساعدة في قوة القبضة، بس دي مجرد البداية. والموضوع مش بس للمرضى، المعالجين نفسهم شايفين إمكانيات رهيبة في القفاز ده. تخيلوا معايا استخدام جهاز زي ده عشان يساعدوا حد يرجع يعزف بيانو تاني، أو يرسم، أو حتى مجرد يلعب كوتشينة. الاحتمالات ببساطة ملهاش نهاية. طيب فكروا فيها كده، ماذا لو التعافي ما بقاش مجرد حاجة بتحصل في عيادة كام ساعة في الأسبوع؟ ماذا لو بقى حاجة ممكن تتلبس وتعيش بيها وتساعدك تستعيد حياتك قبضة ورا قبضة؟ هو ده الوعد اللي بيقدمه قفاز هيرو، ودي لمحة عن مستقبل ممكن يكون مشرق أكتر بكتير لناجي السكتات الدماغية في كل مكان.